مرحبا يا أصدقاء، لو أنتم من عشاق الأنمي والمغامرات الجامدة فأنتم في المكان الصح. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحلقة النهاردة. さあ始めようか。久しぶりだな全員。 جونيور ده جون ويك بتاع قصته ومحافظ على مكانته كأخطر قاتل أسطوري الدنيا شافته، بس الغريب نفس الراجل ده اتقلب لطالب ثانوي عادي. ما تخليش ده يخدعك، لسه عنده نفس المهارات وبيمسح ببلطجية الأرض كأنه يوم تلات عادي. بعد ما قضى على أهدافه في الخفاء بيرحب بحياته الجديدة الهادية كطالب ثانوي عادي. بس عشان نوصل هنا خلينا نرجع لأصله. الواد ده أقوى قاتل على الإطلاق، وكان دي مهمته الأخيرة عشان يمشي للأبد. قبض على هدفه الرئيسي أكاجي، وبيعرض سرعة زي سرعة الملوك، بيتفاعل بسرعة رهيبة مع الرصاص وبيصفي كل اللي في طريقه. أكاجي عارف انه مش هيطلع منها حي، وترجى الرحمة لما هياتي اللي هو برضه قاتل وصاحب 2G قتلوا بداله. المنظمة بتاعتهم كلفتهم يقتلوا أكاجي، فطبيعي انهم يضربوا الرئيس بالرصاص ويخلصوا شغلهم. بعد القتل على طول 2G لمح شاشة موبايل أكاجي وشاف صورة ليه مع بنته. ما بقاش عايز يشارك في حياة القتل واعتذر رسمي. 2G بيرجع بيته لحبيبته ميراي اللي مستنيها تطبخ له أكلة حلوة. في طريقه البيت هياتي عمال يغني في مهارة 2G وقد ايه هو جامد كأول قاتل، مع ان كل خايف من اسمه وسمعته. هياتي شايف ان ده بيساعد في شغلهم. هو اصلا زعلان ان صاحبه هيعتزل للابد، بس صاحبنا خلاص زهق من الشغلانه وعايز يعيش حياه طبيعيه. كل ده بدا يحصل من ساعه ما قابل مرايا حبيبته. عايز يعيش حياه هاديه معاها ومع كلبهم جون، وده بيديله دفء نادر ما كانش بيعرف يحسه قبل كده. حياتي شايف ان الموضوع هيبقى صعب على القاتل بالذات لما يكون كل اللي يعرفه هو القتل. الغريب القاتل اللي ما يعرفش الرحمه ده كمان واد رومانسي وعايز يطلب ايد حبيبته قريب. 2G بيرجع البيت شكله شيك وبيرحب بحياته الجديده الطبيعيه، متوتر زي عيل بيجهز نفسه عشان يقابل حبيبته. ريحه الدم بتوتره والرعب بيخيم عليه، عايز يبدا حياه جديده مع ميراي، بس اول ما بيدخل اماله تتحول لرماد. ميراي نايمه في بركه دم جنب كلبه، مهزوم بيقرب منها، بيسال ايه اللي ممكن يكون سبب. هو اللي عمل كده وهو حاسس بهياطي وراها على طول. بينادي على صاحبه الأنتيم اللي بيمدح 2G عشان دايما عارف مين اللي مشى وراه. بس للأسف المنظمة مش عايزة واحد زيه يعيش حياة نظيفة ويريح، بالذات لما بيرفض يساعدهم يحققوا أهدافهم. هاياتي شايف إن ميراي دي مشكلة، وعشان كده قتلها عشان 2G يبقى حر. بأمر كبيرهم قتله هو واقع أصلا وندمان إنه خسر أعظم قاتل مأجور. في آخر لحظاته 2G بيفكر في الواقع المرير. واحد زيه عمره ما هيعرف يعيش نهاية سعيدة وحياة طبيعية، وبسببه حبيبته دفعت ثمن أفعال قاتل عديم الرحمة. تجرأ وحلم كتير لحد ما سمع كم صوت بيوشوشه وهو فاقد الوعي وبيساعدوه. الأصوات دي غريبة عليه لحد ما فتح عينه في الآخر. بس المرة دي هو مش 2G قاتل ولا بيموت جنب حبايبه. الواد بيحاول يتحرك بالعافية من السرير وهو مرعوب، نظره مشوش لحد ما بص في المراية وفهم انه واحد تاني خالص. في اللحظة دي اخطر قاتل مأجور كان الكل بيخاف منه بقى مجرد عيل صغير. بيقولوا الكايتو فوجيوارا انه نجح في كل الاختبارات ودورة التأهيل بتاعته نجحت على مدار الشهر اللي فات. الدكتور فرحان وبيقول ان ذكريات الولد اللي ضاعت هترجع له برضه لما يرجع لحياته الطبيعية، وده معناه ان كايتو حصل له نوع من فقدان الذاكرة، بس دي مجرد ناحية واحدة من الحكاية. عشان جون ويك الكوج اللي هناك ده اخر حاجة فاكرها هي منظر حبيبته اللي يكسر القلب وهي مرمية في دمها جنب كلبه الغالي. الراجل اللي اسمه 2G اخطر قاتل محجور كان نفسه يخرج من الحياة السوداء اللي كان عايشها. اتخان من صاحبه الوحيد هاياتي اللي فكره بعد كده انه جوه جسم عيل صغير، بس هويته مختلفة تماما عن القاتل عديم الرحمة اللي كان زمان. في حاجات كتير قوي لازم يفهمها، بس دلوقتي الراجل جمع كام حاجة كده هو قاعد في المستشفى. الظاهر ان كايتو فوجيوارا صاحب الجسم الاصلي اتخبط بالعربية ومات وهو رايح المدرسة. الواد اتصاب في دماغه إصابة خطيرة تستبق اللي استدعى عملية فورية، وبعد ما دخل في غيبوبة دامت شهر أخيرا فاق. بس المرة دي مش كيدو، لا ده 2G اللي كان عنده فضول بجد يعرف تفاصيل العملية وإزاي اتعملت. للأسف ما عندوش أي فكرة عن اللي حصل بعد ما اتقتل على طول. آخر حاجة فاكرها صوت بيقول إن مخ 2G سليم تماما. لما جمع الأحداث ببعضها الواد فهم إنه اتعمل له عملية فص المخ على طريقة كونجاجو، وحيرة مالية دماغه بخصوص التفاصيل الدقيقة اللي حصل بعد موته. بس دفعة مشاعر جبارة سيطرت عليه. القاتل عديم الرحمة بنفسه بينزل دموع ورا دموع
حزين على خسارة حبيبته ومستقبله السعيد اللي كان نفسه فيه. في المشهد اللي بعده كيدو بيخرج من المستشفى وبيروح لأهله. كيوكو والدة الولد بتنهار من العياط زي أي أم لما تشوف ابنها رجع البيت سالم. أبوه تارو فوجيوارا وقال العجب رسام مانجا وبيحتفل هو كمان بسرعة شفاء ابنه. والدة الولد قلقانة من فقدان الذاكرة بتاع كيدو، في حين ان جوازها بيحاول يطمنها ان كل حاجة هتبقى تمام اول ما يرجع لحياته الطبيعية، وهو فرحان. بيبصوا لدموعهم عشان يشوفوا رايو، بس على عكس حماسهم الحاجة الوحيدة اللي توجي حاسس بيها هي الخوف. فاهم ان هويته الجديدة بقت مرتبطة بكيدو، بس لو في حد ليه علاقة بالحوادث اللي حصلت في حياته يبقى ده معناه ان الامور هتبدأ تتعقد قريب. بس دلوقتي ابتسامة عريضة ظهرت على وشه وبيطمن أهله إنه هيبقى كويس، لأن جواه أخطر قاتل قرر يندمج دلوقتي. بننتقل بسرعة للجزء اللي وصلوا فيه البيت. كيدو هنا بيتصدم صدمة حقيقية وبيكتشف إن الواد ده ابن ناس قوي، لأن البيت ده كبير فشخ. طلع إن أبوه مش مجرد رسام مانجا عادي، ده ناجح. الواد ده غالبا كتب سولو ليفلينج ولا حاجة. وأيوة قبل ما تهاجموا نشوف كومنتات، أنا عارف إنها منوع. وكمان والدته طلعت من عيلة دكاترة معروفين، يعني حاجة برضه. كيدو بيواجه الولد لأوضته، وأول ما دخل كيدو خد لحظة عشان يستوعب اللي حواليه. القاتل لاحظ إن الأوضة مترتبة ومنظمة قوي، وبصراحة مش مختلفة كتير عن أوضة أي طالب في ثانوي. لما افتكر أهل الولد افتكر إنهم كانوا قلقانين عليه موت، وكل شوية يروحوا المستشفى يطمنوا عليه. ده معناه إن كيدو محبوب وغالي على أهله، وده فكر القاتل برغبة حبيبته الوحيدة إنه يكون مبسوط. دي سعادة اللي القاتل معرفش يعيشها بسبب حياته، والقاتل توغي بالذات مش عايز يعيش حياة تغزل أهل كيدو في الآخر. والغريب إنه لمح صورة لفتت نظره. المرة دي مش بس أهل الولد، لأ دي كمان عيلة تانية مكونة من 3. من الواضح كده القاتل فهم إنه لازم يعرف كل حاجة ممكنة عن خلفية الولد ده. تاني يوم الصبح جالنا زائر جديد. البت دي وصلت في ليموزين طويلة عريضة عشان تزور كيدو، ولا كأنها عارفة إنه لسه خارج من المستشفى من يوم واحد بس. باين عليها مصممة تشوفه عشان عشرة عمر. أبو الولد فتح الباب لقى يوزوها منواه بابتسامتها، مستعجلة تطمن على صاحبها، وسألته بيعمل إيه. وأبو الولد لسه هيتكلم، كيدو بص لقى يوزوها هي نفس البنت اللي شافها في الصورة. البنت حضنته جامد من غير كلام وقالت له إنها قلقانة عليه. كيوكو فرحت لما شافتهم قريبين من بعض زي زمان. أما الواد بتاعنا فكان مركز قوي في ردود أفعالهم وبيجمع معلومات، وفهم إن يوزوها دي أكيد صاحبة طفولته. البنت طايرة من الفرحة وعايزة تاخده معاها بالعربية للمدرسة، بس كيدو رفض وعرف إن عيلة البنت دي أغنى من عيلته بكتير. تارو حاول يتدخل، بس يوزوها زقت الراجل ده جوه العربية ووعدت إنها هتاخد بالها منه، ورجعت تاني عشان تعلن عن حفلة بمناسبة سلامة كيدو. أهله اتصدموا ورجعوا لشغلهم، والاتنين بتوعما انطلقوا على المدرسة. في المدرسة شوية بلطجية شكلهم عايشين في الشارع كانوا هيعملوا خطتهم. تيتسو زعيمهم ناوي يضايق يوزوها حتى لو صحابه خايفين إنهم هيقعوا في مصيبة عشان بيأذوا بنت ستيف جوبز. تيتسو بصلهم بحدة وفكرهم إنهم عاملين زي القطط البلدي من غير سبب، وبيقول إنهم خلاص غرقوا قوي لما خدوا فلوس من حد معين، وده معناه إنهم ملهمش حل غير إنهم ينفذوا المهمة دي. دول بقى نوعية الناس اللي بيتعاملوا معاهم، وهم بيتكلموا في خططهم الشريرة. يوزوها وصل الموكب الفخم بتاع يوزوها، بس المرة دي اتفاجئوا لما شافوا ولد جنبها. الشلة بتاعتها وضحت انه مجرد واحد عادي صاحب طفولتها وعمل حادثة قريب. لما سمع كده تيتسو اتسلى وقرب بابتسامة خبيثة. في المشهد اللي بعده يوزوها وكيدو افتاقوا عشان كل واحد يروح فصله. القاتل خد لحظة عشان يحلل شخصيتها، معتقد انها صاحبة جدعة وبتهتم بيه زي الاخت الكبيرة. كيدو دخل فصله الجديد وحس بنغزة من الحياة الطبيعية، لأن عمره ما حضر مدرسة عدلة قبل كده. الواد الغلبان سأل عن مكانه، وواحد زميله فرح لما شافه، بس نفس الولد وشه اتقلب من ابتسامة لخوف لما شاف تيتسو العملاق واقف وراه بالظبط. الواد المتنمر المخيف اتنمر عليه وقال له انه مفيش مكان لكيدو في الفصل ده وانه هيجي معاهم. بعد شوية نفس المجموعة خدوه بره، وكيدو الغلبان عمال يسأل إذا كان ليه ديسك هنا ولا لأ. كيدو افتكر ضحكتهم الخبيثة من شوية وحس إنهم أكيد بيهزروا معاه،
بالذات دلوقتي وهم بيبصوا له كده. كيدو فجأة سأل فين مكانه، وتيتسو والشلة بتاعته مستمتعين بالمنظر. الواد الشرير قرب من الواد الطيب وعرض عليه حل، لو ركع وترجاه هيبقوا مبسوطين ويسيبوه كامبوكسي بس. الظاهر الواد ده متضايق عشان يوزوها معجبة بكيدو مش بيه. تيتسو كمان هدد الواد وقال له لو فكر بس يقرب ناحيتها هيقتلهم هما الاتنين. حاجة تضحك انه بيقول الكلام ده لواحد زي جون ويك بالظبط. كيدو خد ثانية عشان يفهم الموقف، واتضايق لما عرف ان الشلة دي هم اعدائه بجد. زعل مش على نفسه لكن على الضحايا الجداد اللي هيتفرموا قريب. القاتل ما كانش عايز يأذي حد في جسم الولد، وكان ناوي يعيش حياة نظيفة. كتحذير أخير بهدوء قال لتيتسو لو سحب كلامه ممكن نحل الموضوع بالسلام. طبعا الكلام ده خلى الواد الاشقر اللي ريحته معفنة يثور كأنه عنده إسهال بعد تاكو بيل. الراجل ده اتجنن واندفع لقدام ببوكس، ناوي يقتل الولد بضربة واحدة. بس الملك بتاعي شاف مسار الضربة واعتبر الواد ده هاوي عشان بيهاجم ببوكس تعبان وكاشف مليون نقطة ضعف. الضربة بطيئة قوي بشكل يخلي كايدو ما يحتاجش حتى يحاول، وبيقدر بكل سهولة يدمر ثقة تسيو ببوكس واحد منه. لما فهم ان الموقف ده محتاج جدية راح ضارب تسيجي على دقنه بجمال، وبعدين رماه على الارض رمية مصارعة، وفي نفس الوقت مستوعب ان الدنيا اللي حواليه هادية بشكل ممل مقارنة بالجحيم اللي اتعود عليه. شوية وقت عدى لحد ما يوزها جريت عشان تلحقه، بس اتفاجئت ان الواد ده بيعمل فيها بطل قدام الشمس اللي بتخرم. طلع الواد ده مش في خطر، ده هو الخطر نفسه. يوزها اتصدمت وبتسأل نفسها إذا كان الواد اللي واقف قدامها ده هو نفس الكايدو اللي عرفته طول عمرها بجد. يوزها سألته بعجز إذا كان هو اللي عمل فيهم كده. الواد بتاعنا اتردد في الأول وفي الآخر طلع بحجة إنه اتجرجر في خناقة ملهاش لازمة. الظاهر إن يوزها سمعت الأخبار برضه، وده اللي خلاها تجري على السطح عشان تطمن عليه. نفسها تصدق إن ولد شكله بريء زي كايدو ما يقدرش يكون ليه علاقة بخناقة وحشية زي دي، بس ده لحد ما شافت نقطة دم على ياقة قميصه فافتكرت انه اكيد اتعور ولا حاجة. كايدو حاول يفهمها انه كويس وزي الفل، بس يوزها كانت قلقانة ومتنرفزة وزعقت له بشيء عشان خوفها عليه كده. غضبها اللي من القلق اتحول لحزن ومش قادر تتقبل فكرة انه ممكن يكون اتأذى ولا حاجة. القاتل استغرب ايه اللي حصل واعتذر وخلاص. قرروا يرجعوا الفصل دلوقتي، بس وهم ماشيين كايدو سمع همس الواد الاشقر اللي اتضرب. الواد زعلان ومصمم ينتقم منه. المشهد قطع بسرعة على حفلة بالليل يوزها كانت مرتباها من بدري. اهله جابوا الشمبانيا واحلى اكل على الترابيزة. يعني مين الحيوان اللي وظفوه عشان يعمل اكل ده؟ جورتن رامزي. في الوقت اللي اهل الواد مستمتعين باللحظة وبيضحكوا بفرحة، كايدو مش قادر يبطل يفتكر صورة حبيبته الغالية ميراي اللي كانت دايما بتبتسم له بنفس الطريقة وتلح عليه ياكل بسرعة. لما سمع كلامها الواد ده تحول من آلة أكل لآلة أكل. حتى الكلب بتاعهم كان نفسه يدوق الأكل. في نفس الليلة اتسيجي راح لصاحبته وبيسأل نفسه إذا كان ده هو الإحساس اللي الواحد بيحسه لما يعيش لحظة سعيدة مع عيلته. نفس الإحساس ده اتنقل لشخصيته الحالية وهو أخيرا بيجرب إحساس الحياة الطبيعية. المهم يوزها شكلها اتأخرت على الحفلة، مع إن الفكرة كانت فكرتها أصلا. أبو الواد بيقول إن يوزوها بتمر بأيام صعبة اليومين دول مع إنها ما بتبينش ودايما عاملة نفسها قوية. فجأة حس بضيقة في صدره زي ما يكون حواسه بتديله إنذار. بص في موبايله باستغراب، لقى صاحبة طفولته بتتصل بيه. رد عليها بيسأل عن حالها. سمع صوت الواد الزبالة بتاع بدري هو. الواد الزبالة فرح إنه فهم بسرعة وعزمه يروح مكان معين حسب الإحداثيات اللي هيديها له، ولو كايتو رفض هيخلوا يوزوها تدفع التمن. وبالمناسبة البت دي والسواق بتاعها ممسوكين رهائن، يعني الموضوع مش هزار. صوت يوزوها زعق من وراه بترجانه ما يروحش، بس الواد بتاعنا سمع كل اللي كان عايز يسمعه وعرف انهم هيأذوها لو ما تصرفش بسرعة، فسأل عن العنوان والواد المجرم قال له بكل سرور. المكالمة خلصت بعد شوية وكايتو عمل نفسه كان بيتكلم مع صاحب تاني مش معاها.
قال لأهله إنه لازم يمشي مشوار سريع وطمنهم إنه هيرجع بسرعة. المشهد اتقلب على مصنع مهجور وضلمة وحوالي دستة رجالة مسلحين مستنيين يضربوه. ومش بس كده، زعيم التنظيم وصل كمان، في حين إن الحارس الشخصي بتاعه مشغول بيتمرن ورا بكل هدوء. الراجل اتعصب إن تاتسويا زعجه بالمكالمة وحتى خبط علبة في وشه بسبب كده، وبيحاول ما يبانش وإنهم يستدعوه هنا فجأة بيعرضوا لخطر كبير. المهم الواد الوسخ كشف إنه قبض على يوزوها عشان ينفذ أوامر التنظيم. الظاهر إنهم عايزين يستجيبوا منها معلومات سرية بخصوص ورثها، بس لحد دلوقتي لسه ما اتكسرتش وعمالة تقول إنها ما تعرفش حاجة، وده أصلا السبب الرئيسي اللي خلى تاتسويا يزعج صاحبها المقرب. الواد اللي بيلف حواليها طول الوقت فاكر إنه لو هدده بإيذائه هتكشف عن كل حاجة. بالطريقة دي هيكون نجح في مهمته، ومكافأة ليه تاتسويا هياخد مكانه رسمي في التنظيم. زعيم التنظيم موافق على كده، بس حذر الأشقر من اللي هيحصل لو فشل في مهمته. شوف في أوكامي الوحش اللي عضلاته قد كده مش بتاع كلام كتير، أوامر الرجل ده الوحيد ده هي القتل، وده اللي وضحه لما رمى دمبل بسرعة في شخ لدرجة إنه هد حيطة بحالها. يا لهوي، مجرد وجود إينوكامي كفاية يخلي الواد الأشقر يبل بنطلونه، عشان لو فشل هو اللي هيداس بعد كده. يوزوها بتزعق وبتزود الطين بلة باستفزازها ليهم، ومساعدها بيحاول يهديها، بس للأسف ده بيخلي تاتسويا يديله علقة موت يخبطه برجله، ومتغاظ إن حد بيحاول يتدخل ما بينهم. بيقول للرجالة بتوعه ياخدوا مساعدها على جنب ويركز مع يوزوها، وبيأكد لها إنها لو ما اتكلمتش صاحب طفولتها هيموت. وبرضه البنت الغلبانة بتأكد إنها مش فاهمة هو بيتكلم عن إيه. تاتسويا بيتجنن ويأمر يجيبوا كايتو حالا. دلوقتي معاهم 40 بلطجي بأسلحة ووحش مصارعة سابق مسؤول عن قتل واحد في الحلبة. بالوضع ده مفيش أمل للواد ده يكسب. الأشقر متأكد تماما إن كايتو مش هيعدي من إينوكامي، وفي الآخر يوزوها هتكشف عن كل حاجة. المشهد بينتقل لولدنا اللي أخيرا لقى طريقه للمصنع. بره في شوية عيال هبل هيتحولوا لضحايا الجداد. الولد ماشي عادي ولا كأنه في حاجة ولا باين عليه أي خوف، وواحد منهم بسرعة بيتعرف عليه إن هو الهدف بتاعهم. بس خلاص فات الأوان، لأن الواد ده بيفككهم بسهولة بضربة مؤلمة في الرقبة بينيمهم في ثانية. بعد ما 3 رجالة اتهزموا بقية البلطجية بيهجموا بسرعة، بس ده يوم القيامة بتاعهم. الواد بتاع الثانوي بيمسح بيهم الأرض وبيرمي واحد منهم في الزبالة. كايتو بيبص لهم بصة مرعبة وبيحذر البلطجية إنهم لو عايزين يكملوا حياتهم سليمين ما يقربوش من طريقه. وأيوة الوان بيس حقيقة. نرجع لتاتسويا، رئيسه بدأ يقلق إن الواد مظهرش، وبدأ يتساءل إذا كان الواد خاف وهرب. ده عيل في الآخر، بس الواد الأشقر الوسخ ده هو اللي عارف إن اللي حاربه على السطح ما كانش عيل، ده كان شيطان. بيحاول يقنع رئيسه سواو وبيأكد له إن خصمنا مش عادي. على ذكر الشيطان، سمعوا الرجالة بتوعه بيهتفوا باسمه فوجيوارا بره المصنع. يوزوها مصدومة والجبان الأشقر مرعوب على حياته. الباب بيتفتح جامد وجسم راجل بيتحدف زي كرة ورق وبيقع جنب رجل تاتسويا. المتحمس المتوحش بتاع العضلات بيلف عشان يقابل هدفه، وفي نفس الوقت الولد اللي شكله بريء بيفكر تاتسويا بتحذيره من المرة اللي فاتت. الراجل ده الواد ده بالعافية ماسك نفسه عشان ما يموتش الناس دي. مستر سنيك مصدوم مش مستوعب ازاي عيل صغير قدر يمسح ب20 بلطجي الأرض لوحده. كايتو عدل الكرافتة بتاعته براحة عشان الهبة تزيد وبيزعق عايز يشوف صاحبه. يوزو بتسرح في المصنع كله خايفة يكون جاي عشانها. بفضل صوتها عرف انها على بعد 30 متر بالظبط. هو مبسوط انها بخير وبيدور حواليه على الرجالة اللي مستنيينه عشان يهجموا عليه. في حوالي 53 ثانية الواد ده سرعته جنونية، قلب الدنيا في المكان وصدم الريس بقدرته اللي زي الخوارق وهو بيوقع كل واحد حواليه. حتى تاتسويا بيزحف زي الكلب، وعرفوا انهم لعبوا في اللي ما يخصهمش واتبهدلوا. الخوف من الموت مسيطر عليه، والواد بتاعنا مسك تاتسويا وقفل قبضته ووعدوا انه هيعذبه عذاب السنين. في لحظات الواد ده رباط برق كسر ترقوة تاتسويا وضلوعه اللي تحت ومفاصل ايده بدقة متناهية، وكأن الوجع ده مش كفاية قام خبطه في اقرب حيطة بضغطة بسيطة. رجالة تاتسويا كلهم مرعوبين ومش عايزين الواد ده يولع فيهم، عايزين يهربوا، بس هو بيفكرهم انه بيدفع لهم فلوس عشان الشغل. تاتسويا بدأ يستوعب حجم الخطر اللي هم فيه. هدفهم مش عيل صغير، ده وحش. تاتسويا ما شافش حاجة عشان كان متعصب العينين، راح ناحيتها وطمنها ان كل حاجة هتبقى تمام. في اللحظة اللي الواد بتاعنا كان هيحل الحبل، الوحش الزق قبضته عشان يخبطه.
الضربة نزلت جامدة وتتسايا صرخ من الخوف. سو فاكر انه ممكن يكون عندهم فرصة يكسبوا بفضل الجسم المصارع المحترف الضخم، بس سوء حظه لما التراب هدي اكتشفوا ان الضربة ما جاتش فيه اصلا. بكايتو كمان رد بضربة رجل وقفه مكانه. المصارع المجنون مش فارق معاه وجهز هجمة تانية، بس كايتو برضه صدها وقام نازل ببوكس في وشه كسر له مناخيره. وبرضه المصارع فاكر ان كايتو مش هيقدر يغلبه بالقوة دي. بعد ما تبادل كام ضربة مع الراجل ده، القاتل استوعب انه بيتعامل مع أقوى واحد فيهم، وعشان جسمه دلوقتي بتاع عيل في الثانوي صعب عليه يخلص عليه بضربة واحدة زي ما بيعمل عادة، فبدل كده هيتصرف بطريقة تانية. فاللحظة اللي المصارع ده كان هيضرب فيه، الواد بتاعنا بقى زي البرق واختفى من قدام عينه وراح ضارب على ضلوع انوجامي. من ساعتها كيدو بدأ يدي وابل من الضربات الجامدة كلها مركزة على نقطة واحدة، بيرزعوا بالركب وبالبوكسات لحد ما المتين ده حس بالرعب واتخدر. قول عليه داود اللي قتل جالوت. لما شافوا المصارع بتاعهم المجنون اتفرم كده، الست رجاله اللي فاضلين جريوا بجلدهم، وده اذكى قرار خدوه في حياتهم. مع ان كيدو في العادي بيخلص على اهدافه، بس دلوقتي لازم يقلق على يوزوها. بسرعه فك الحبال اللي عليها وعمل وشه مبسوط وبيوريها انه فرحان انها كويسه. طمن يوزوها ان الوضع تحت السيطره وان كواي المساعد بتاعها هيكون كويس برضه. طبعا موقف زي ده مش طبيعي البنت زيها، وده خلى كيدو يتساءل اذا كانت خايفه. بس اللي يضحك انها مسكت الكرافته بتاعته وبدل ما تشكره قلبت عليه عشان خد اسوأ طريق ممكن. يعني كان ممكن يكلم الشرطه تحل الموضوع او يستشير الكبار، بس لازم يعمل فيها فيلم هندي ويهزم 40 واحد لوحده. برضه يوزوها بتشكره انه وصل لدرجه انه يحميها، بس بيوجعها كل مره يعرض نفسه للخطر كده. حالتها دلوقتي بتفكر بماراي اللي كانت دايما بتقول لتوجي يرجع البيت، وكانت دايما قلقانه انها تخسره في يوم من الايام. كيدو صارحها ووعد صاحبه انه من دلوقتي مش هيخليها تقلق تاني ابدا. اللحظه الهاديه بتاعتهم قطعتها انت كواي، الواد الغلبان اللي اتضرب من غير سبب. كيدو سمع صوت صفارات الشرطه وعرف ان البوليس وصل، واكد انه وقت الرجوع للبيت. في ناحيه تانية سو بالعافيه عارف يهرب ومش قادر يستوعب ازاي حتى ال200 ده ما قدرش يوقف الواد الوحش ده. الظاهر ان الواد ده كمان اللي كبير، واللي شكله كده زي كبير من كبار الاجرام. الزعيم المرعب كشف انه بعت لانسلوت عشان يتعامل مع الواد ده. دلوقتي الواد ده لعب مع منظمة الإرادة العظيمة، هيدفع التمن غالي علشان يدفع التمن. بس قبل ما ده يحصل خلينا نرجع لكايتو بتاعنا. هو دلوقتي في البيت نايم على سريره وعارف ان ولا اهله لما راح لوحده كده، وهم نايمين في امان الله. كايتو بيتذكر قلق اهله لما رجع. الحمد لله البوليس ما مسكوش علشان يستجوبوه، علشان ما كانش ليه اي دور في الموضوع. اما بالنسبه للبلطجيه مهمتهم وهدفهم لسه مش واضحين في نظره. وكمان في موضوع المسؤول عنهم سو اللي اختفى هو كمان بعد اللي حصل. من الواضح كده انه حاسس ان في حاجه اسوأ بكتير مستخبيه في الضلمه، وهو بيجري بره بيقول لنفسه انه مش عايز اي حد حواليه يتأذي تاني. فجأة كام قذيفة ضربت عليه خلته ينط في الهواء. الراجل اللي ضربهم اصلا اتصدم ان الواد عارف يتفاداهم. بالمناسبة كايتو كان عارف ان في حد بيتتبعه لحد البيت، وده بالظبط السبب اللي خلاه يطلع بره علشان يخلي الجاسوس يلاقي هدف سهل. كايتو بيبص للراجل وبيسأله عن دوافعه. الواد الغريب ده مندهش ان الواد هرف ياخد باله منه حتى وهو في اوضته. دي اول مرة حد يكشفه كده، وبكده اتأكد ان الواد ده مش مجرد عيل عادي. كايتو بيدي الحق لاصحابه وبيمدح الجاسوس على انه بيخفي اثاره وانه في مستوى تاني خالص غير البلطجية اللي واجههم في المصنع. من الحاجتين دول بس ممكن نقول ان الراجل ده مش من شغل المجتمع الطبيعي، وده بيخلينا نسأل ليه كان بيتجاسس عليه اصلا. المتتبع بتاع كايتو منبهر وبيفتكر ان الواد الصغير ده ليه علاقة بشغلته، بس الواد بتاعنا بيخليها بسيطة وبيفضل على صورته كطالب ثانوي عادي. الراجل اللي بيرفض يكمل كلام فاضي وبيجهز سلاحه علشان المواجهة النهائية. المشهد ده مألوف لبطلنا اللي بيتذكر حياته اللي فاتت. القاتل اللي قدامه بيعلن رسميا نهاية فوجيوارا كايتو. الراجل ده اسمه سانجو من منظمة الإرادة العظمى، ترتيبه رقم 67. كايتو بياخد وضع القتال وبيفتكر إن هو كمان كان عضو في نفس المنظمة. خلينا نروح مقر منظمة الإرادة العظمى. عضو المجلس أكاتسوكي بيتضايق إنهم حتى بعد ما خطفوا يوزوها ما عرفوش يوصلوا لأي معلومات. أكاتسوكي شايف إنهم كان لازم يستخدموا رمح علشان المهمة كانت من الأول عشان نخلص بسرعة. خلينا نبص من بعيد ونركز على أهمية التنظيم ده.
الجماعة دي قادرة تقلب الدنيا فوضى عشان تحت جناحها 1000 قاتل، ومن وسطهم أحسن 100 قاتل بيتعتبروا النخبة وبياخدوا لقب لانس. كل لانس منهم موثوق فيه لدرجة إن نسبة نجاحه في أي شغلانة بتقرب من 100%. ومن ضمن الناس دي مينامي وأكاتسوكي زي بعض. مينامي بيكشف إنهم بيدوروا على كنز معين هيغير موازين الدنيا. الكنز ده اسمه بذرة فنرير، ويوسوها مفروض إنها صاحبة الكنز المقدس ده دلوقتي، مع إن ما عندهمش أي دليل يثبت الكلام ده. ياشيما بيكشف إنه بعت ساندو عشان المهمة دي. الخبر صدمهم عشان قبل ما يستخدموا لانس لازم ياخدوا إذن من أودن. بس هي دي بقى المشكلة، ياشيما أخد الإذن ده خلاص. أول حاجة هم عارفين إن حارس يوسوها تعبان قوي فمستحيل يكون هو، وده بيوصلهم لاستنتاج إن في حاجة أكبر من اللي فاهمينها. هو شايف إن أعدائهم خطر وعشان كده عايز يخلص منهم على إيد اللانس، وده بيوصلنا لمكان الخناقة. كيدو بيكتشف إنه بيتعامل مع حد من نفس التنظيم. الوقفة اللي واخدها ساندو متقنة وصعبة القراءة، وده بيدل على مكانته كنخبة لانس. وده كمان بيأكد أسوأ شكوك ولادنا إن كل المشاكل اللي حوالين يوسوها دي التنظيم اللي بيتحكم فيها من ورا الستار، مش مجرد ورث وخلاص. الموضوع أكبر من كده. ساندو بيلاحظ بسرعة وقفة الواد وبيقول إنه مش طالب في ثانوي خالص. الواد ما بيخافش وحاسس إنه طبيعي لما سلاح بيتصوب عليه. كيدو حس بالخطر وشافه تهديد ليوسوها فانطلق عشان يوقع بيه. أول كام لكمة ساندو القاتل المحترف بيتفاداهم بسهولة، وبيقول لنفسه ان الواد سريع قوي وبيصوب بدقة على نقط ضعفه. من الزاوية دي باين قوي ان كيدو قاتل من مستوى تاني خالص. بس ساندو مش هزار، الراجل ده كاد يطحن في وشه، وده خلى الواد يبعد عنه. من المقابلة القصيرة دي كيدو اتعلم شوية عن اسلوب القتال المتخصص بتاع خصمه. ساندو مقاتل بيستغل المسافة لصالحه. القاتل معجب بمهارات الواد وقرر ياخد المبادرة ونط في الهواء على طول. الدنيا اتقلبت، ومع انه بدأ بضربة فراشة القاتل بسرعة ظبط نفسه في وقفة تانية عشان يغلب الواد بتاعنا. سانجو مبسوط بجد ان خصمه بيتفادى الضربات زي الخبير. في نفس الوقت الواد بتاعنا ابتدى يستوعب انه متأخر قوي في القوة والسرعة. مفيش غير طريقة واحدة عشان يهزم خصم زي ده، وهي انه يمسح المكان حواليه. في حين ان النخبة لانس ضاغط جامد بالهجوم، فاكر انه اخيرا لقى فتحة عشان يضرب، بس لدهشته لما بيوجه الضربة القاضية كيدو بيتزحلق براحته من الجاكيت بتاعه قبل ما يطلع رقبته بضربة دقيقة. الغريب انه لانس عرف يتفاداها في اخر لحظة ورد بضربة من عنده. الضربة قطعت كيدو، الدم بينزل، واستوعب انه بيتعامل مع لانس قوي، وبدأ يستوعب حدوده بسبب جسمه الضعيف واللي ما اتدربش. في حين ان لانس معجب بمحاولة الواد انه يحاصره، بيتكلم عن ازاي حركات كيدو المتقنة بتثبت انه محترف في القتال. بس الحاجة الوحيدة اللي ناقصاه هي نية القتل الصافية. الامر الوحيد انه يوصل له كان انه يختال طالب في ثانوي، بس دلوقتي فهم ليه لانس اتكلف بمهمة زي دي. سانجو بيكشف انه بيمثل تهديد لنوايا المنظمة تجاه يوزيها، وعشان كده لازم يتغال فورا. بفضل اعترافه ده كيدو بيتأكد دلوقتي ان المنظمة ليها علاقة بكل حاجة. القاتل قرر يغير طريقة قتاله وقرر يفعل وضع القتال بتاعه، وخد وضع جامد فشخ مش هيحوش حاجة، ووعد انه هيوري جزء حقيقي من نية القتل بتاعته. سانجو بيندفع لقدام براسة التنين المجنونة بتاعته، واللي هي عبارة عن مئات الضربات بسيوف بتنطلق على الواد بتاعنا. لانس بقى أعمى في سعيه وحرفيا بيقشر شجرة بسهولة. في نفس الوقت كيدو لقى مكان آمن يستخبى فيه، واستوعب انه بيتعامل مع حد اعلى بكتير من مستوى قاتل عادي. المجنون ده قطع الغطا بتاعه وفجر نافورة ميه. كيدو اتجرح تاني في جسمه، واستوعب انه بيتعامل مع مستخدم من الفئة اس، اضافة الى انه لانس ضربته اللي مش بتخلص صعبة قوي لدرجة ان مش حتى الواد بتاعنا مش هيطلع منها سليم. سانجو هايج وبيتهم الواد بتاع شانوي بانه قاتل زيه، وبيقول عادي لو يوزوها تقتل كو خسائر جانبية. وهنا بقى الراجل ده لابس في الحيط عشان الكلمة دي بالذات فجرت ذكريات كيدو المؤلمة. بس المرة دي وش حبيبته اتددل بوش صاحبه. اتعصب بقى منط عشان يمسك القاتل ده وشه الوش، خبط السكينة من ايده مسكها، وبعد ما سرعة البرق عمل شق كبير على كتفه. كل ده حصل بسرعة لدرجة ان حتى خبير الرمح معرفش ايه اللي حصل فلط. كل اللي بيفكر فيه ايه الواد الوحش اللي بيتعامل معاه ده. الواد بتاعنا بيرفض يحس بالذنب والمعاناة اللي حس بيها المرة اللي فاتت، وده السبب اللي خلاه يوعد يحمي يوزوها
يضحيها بروحه. الرمح شايف انه مفيش فايدة من المقاومة عشان هو كده كده هيموت بإرادة الملك. يا عم الحاج كتفه اتفتح وبرضه عايز يكمل خناقة. ضربات الكتير دي ملهاش لازمة من دلوقتي عشان كيدو بيرد على كل ضربة بمهارة زي المحترفين. سانسو بيتهم الواد بتاع عشان يبين انه جبان وساب نفسه مكشوف خالص في واحدة من ضرباته. كيدو فكره بمقامه وراح وراه على طول وشق فخده بشدة وبيقلل من قيمة القتل محترف علشان صوته عالي. سانسو وصل لحالة انه مش مصدق ازاي الواد ده بقى بالسرعة دي فجأة. بيرجع يستخدم نفس التكتيكات اللي فاتت وبيحاول يبهدل الواد بكارنة، بس الموضوع بينتهي بكارثة ليه عشان كيدو ساب كام شقة حوالين دراعه الشمال وبيوضح له انه مفيش فايدة خلاص عشان هو قرا كل حركاته. في الهجمة اللي بعدها كيدو انطلق بسرعة رهيبة وبقى زي البلبل وشق طريقه جسم سانسو، وشه كله غضب وبقى عليه نهاية الرمح اللي لسه مصدوم ومش فاهم ازاي واحد ممكن يتقن شغل السكاكين السريع ده والسرعة اللي زي سرعة الملوك دي. طريقة قتاله بتفكره بغضب جون جنير القاتل رقم 1 في صفوفهم. كيدو مزق جسم الراجل ده بوحشية لحد ما بقى غرقان في بركة دم. الخناقة خلصت والسانسو فاهم قد ايه هو كان اقل منه من البداية وهو بينهج جامد. الرمح بيرتعش من الخوف وحاسس انه مش قادر يحرك ولا عضلة عشان الاوتار في دراعاته اتقطعت. بس الواد بتاعنا كريم كفاية انه يسيب له رجل واحدة على الاقل علشان يعرف يمشي، اما الباقي الواد القتال بيقول له خلاص مش هتعرف تمسك رمح تاني ولا تقتل حد تاني. بكل قسوة كيدو بيقول له كده هيخسر الحاجة الوحيدة اللي بيحبها في نفسه، دي تبقى موتة أبطأ من الموت عشان الناس دي أصلا مش بتعرف تتعايش مع الناس العادية. بس قبل ما يسيبه لوحده الواد بيقول له سؤالين وبيوعده هيقطع رجله التانية لو مرضيش يجاوب. أول سؤال عايز يعرف اسم اللي أصدر الأمر وليه بالذات مستهدفين البت دي. سانجو بيضحك زي العبيط وبيقول مش هيتكلم حتى لو عذبه وموته عشان هو أقسم الولاء للملك بتاعه وعمره ما هيخون إرادته. ذكر الملك ده أكد كل حاجة لكيدو، بس للأسف صفارات الإنذار بدأت تشتغل في كل حتة. تهور سانجو جابله الشرطة. في اللحظة دي الراجل بيستغيل رجله الوحيدة اللي فاضلة ويهرب وبينصح الواد يهرب هو كمان قبل ما يتقبض عليه. قبل ما يمشي سانجو بيتساءل إذا كان الواد ده بجد عايز يبقى طالب ثانوي عادي. السؤال ده بيرجعه لذكريات زمان. كيدو بيتذكر ازاي كل اللي حواليه كانوا فاكرين انه مش ممكن يعيش حياة طبيعية لمجرد انه عايش حياته كقاتل بدم بارد، وحتى دلوقتي وهو غرقان في دمه الفكرة دي لسه لازقة فيه. هو فعلا طبيعي؟ ممكن اصلا يعتبر طالب ثانوي؟ السؤال ده لسه ملوش اجابة، بس بنروح للمقر الرئيسي وياشيما بيعرف اخر اخبار سانجو. إيزومو بيقول ان الرمح اتدمر تماما لدرجة انه مش هيعرف يشتغل تاني. أكاتسوكي مبهور بقدرات كيدو على انه يهزم قاتل محترف وفرحان جدا. إيزومو بيأكد ان اللي عمل كده كان وحش عشان سانجو وصف حركات الواد بانها شبه جونكنير، اسم لفت انتباههم كلهم. حتى أكاتسوكي شايف ان دي مبالغة انهم يقارنوا الواد ده باقوى واحد استخدم السكاكين في التاريخ. إيزومو فاهم احباطهم، خصوصا ان اسم جونكنير مش بيتقال بسهولة. مينامي بتقطع كلامهم واكاتسكو بيتكلم عن اهمية وخصوصية توجي. على اي حال شايفين ان الحارس الشخصي العشوائي بتاع يوزوها ده اثبت انه قوي جدا، مش بس عطل خططهم ده كمان دمر رمح خصم مستواه رمح. بالوضع ده ياشيما وبقية الشلة ما يقدروش يستنوا اكتر من كده. الموضوع كله مخلي ياشيما متلخبط ومحتار في سر كايدو فوجيوارا، وبالنسبة لولدنا ده بيرجع اوضته ويقعد يخيط في نفسه بالسر. عنده أزمة هوية، مش عارف هو المفروض يكون طالب ثانوي عادي ولا قاتل زي زمان. ويا حسرة لازم يساعد يوزوها تهرب من عيون المنظمة، ده غير انهم هيستهدفوه اكتر دلوقتي بعد ما غلب رمح. بجسم زي ده هيتبهدل، عشان كده كايدو ناوي يشتغل على نفسه ويتمرن ويرجع قوي تاني. لو عايز يحافظ على حياته الهادية دي لازم يعمل كل حاجة في طريقه عشان يضمن انها تفضل امنة. اما بالنسبة لمنظمة الإرادة العظيمة، أكاتسوكي بيتطوع وبيظهر اهتمام كبير بانه ياخد الراجل الغامض ده كهدف ليه. هم مستغربين، بس إيزومو شايف انها فكرة عظيمة لتهديد بالمستوى ده. اصل لو الراجل ده بجد يقارنوه بواحد زي توجي، رمح عادي مش هيكفيه. أكيوريوس أكاتسوكي مبسوط أكتر إنه هيستغل منصبه عشان يخلص من التهديد ده. بالمناسبة الواد ده مش هزار، ده ترتيبه التاسع على مستوى العالم ومن أعظم القتلة اللي موجودين. بعد ما بيعدي يوم من خطف يوزها، أهل كايدو والبنت بيعملوا له حفلة ترحيب كبيرة عشان يحتفلوا بخروجه من المستشفى.
عشان يوري حبه ابوه بيقدم له الاميرسز اللي تعب قوي عشان يعملها، مع ان ده صعب شويه الواحد يصدقه لان شكل الطبق ملعون شويه. بعد كده يوزوها بتقوله انها عملت له حاجه زياده مخصوص عشانه، وبتحط قدامه الطبق يخطف القلب من جماله، يخنة لحمه بالصوص. بابتسامه فخر بتقوله ياكل التحفه بتاعتها وهي سخنه، واول ما الطعم بيلمس لسانه ولدنا بيرجع بالذاكره للماضي لما كان خارج من البيت، وميراي سالته اذا كان هيتاخر برضه، بس ساعتها قال لها انه هيرجع البيت في ميعاد العشاء لانه محتاج يقابل حد وياخد حاجه ولا حاجتين، وما وضحش اي حاجه عن شغله الحقيقي. ميراي كانت مبسوطه قوي لما سمعت كده لانها كانت عامله يخنه اللحمه المفضله ليه في اليوم ده، وده خلاه مبسوط قوي. وبعدين قال لها بعيون كلها شغف انه هيشاركها حاجة مهمة لما يرجع. قبل ما يمشي وهي ودعته بقبلة مع ابتسامتها الغالية وجوني بوي المبتسم في حضنها، وهو بياكل يخنة اللحمة كايدو بيسيب. زعل قوي انه ملحقش يقول لها انه كان هيسيب شغلانة القتل عشان يبقى معاها. يوزوها اتضايقت لما شافته متضايق وسألته هو بجد طعمها وحش قوي كده؟ بس الواد بتاعنا فجأة ابتدى يشك في طبخها كأنه بياكل آخر وجبة في حياته، وعينه دمعت وقال لها طعمها تحفة. يوزوها فرحت لما سمعت كده، وأمه قالت له في كتير تاني لو نفسه مفتوحة. وهو شايف أبوه بيولع الطاسة ويوزوها مبتسمة بالكيكة ومبسوطة، بطلنا حس بامتنان من قلبه إنه عنده عيلة بتحبه كده. بعدين وصل يوزوها لحد بيتها عشان الدنيا بقت خطر شوية اليومين دول. سألها لو لاحظت أي حاجة غريبة حصلت حواليها من وقتها، بس قالت له إن في شرطة حوالين بيتها طول الوقت، عشان كده أي المفروض تكون في أمان دلوقتي. كايدو استغرب وسألها ليه الخدام بتاعها مش معاها، وقالت له إنها طلبت منه شخصيا إنه يبعد عشان هو بينرفزها ومستحيل تعرف تتبسط وهو موجود في أي مكان. المهم قالت له إنها اتبسطت قوي في بيته، واعترفت إن بقالها كتير قوي ما ضحكتش كده. فجأة وشها قلب جد، وقالت له إنها كانت حاسة بضيقة من ساعة ما أبوها مات. لما سمع كده الواد بتاعنا اتصدم ومعرفش يقول حاجة، ويوزوها فهمت إنها ما قالتلوش على الموضوع ده لسه عشان ما كانتش عايزة تزود حالة فقدان الذاكرة بتاعته بأخبار تضايقه. قالت له إن ده حصل من حوالي شهرين في نفس وقت حادثة العربية اللي دخلته في غيبوبة. كايدو فهم إن ده السبب اللي خلاها متأثرة قوي لما افتكرت إنه مات زمان، بس هي كانت قوية ما بينتش زعلها وكانت بتداري بشخصيتها المرحة. يوزوها اعتذرت له إنها قلقته، بس يوزوها قالت له عادي ولا يهمك، وأشارت إنه ما تغيرش خالص، فاستغرب. بعدين فكرت وقالت إنه كبر شوية، بس حتى هو صغير كان متعود يتهور ويتخانق مع عيال أكبر منه بكتير لما كانوا بيضايقوا يوزوها، حتى لو كان عارف إنه مش هيكسب. زي كده جه عشانها لما اتخطفت، بس هي ما شافتش حركاته الجامدة عشان كانت متغمية. يوزوها شكت وسألته ازاي بالظبط أنقذها. الواد بتاعنا لف الموضوع وقال إن كل اللي شافوه اتخضوا قوي، وده اللي حصل فعلا بعد ما تدمر أصحابهم زي الوحش. فبدأت يوزوها تشك أكتر، وده كله بيخليها تحبه أكتر. برضو هي شايفة إن مش مهم طول ما هو الجدع كفاية عشان يجي عشانها وقت الزنقة. يوزو بتعترف إنها كانت مرعوبة موت لما العصابة كانوا بيهددوها هي وكاواي، بس لما شافت وشه منور أكتر من شمس الصبح كانت مبسوطة بجد، عشان كده هي بتشكره. والواد بتاعنا زي ما هو شاطر بيقول لها إنه هينقذها مهما احتاجته كم مرة، مخالي وشها أحمر من الطماطم المستوية. بعد كده البت المتلخبطة بتزعقله عشان يقرب منها وتطلع موبايلها عشان ياخدوا الصورة السيلفي حلوة مع بعض، وهي فخورة بالصورة الحلوة بتقول إنها تعملها خلفية الموبايل عشان تفتكر اليوم الجامد ده من غير ما تاخد بالها إن ده ممكن يعمل إشاعات غريبة في المدرسة. بس يوزو بتممتم إن ده هيساعدها برضو إنها تتخطى الموضوع. ولما شافت كايتو قادر يقلق عليها بالسرعة دي بعد الحادثة اللي غيرت حياته، اتشجعت أخيرا إنها تبطل تتعلق بموت أبوها المفاجئ. الواد بتاعنا بيبتسم لما بياخد باله إنه يوزو بتعافر جايه بالظبط، وده بيديله دافع إنه يحمي صاحبة طفولته الغالية أكتر وأكتر. في اللحظة دي
بيتصدم لما بتطلع موبايلها وتوريه صورة أبوها. روحه كانت هتطلع من جسمه لما عرف مين أبوها، وبيسألها عشان يتأكد إذا كان الراجل ده أبوها بجد، فبترد عليه وتقول أكيد الذاكرة بتاعته فيها حاجة عشان أبوها كان دايما طيب معاه. بوش جدي بتقول إن ناس كتير حواليها كانوا بيتكلموا عن أبوها وحش، بس هو كان دايما كويس معاها، وده السبب اللي خلاها تحبه من كل قلبها. كايتو بيبص على صورة أبو يوزو وهو شايلها على ظهره، وبيفتكر إنه شاف نفس الخلفية دي بالظبط قبل كده لما خلص آخر مهمة ليه. قلبه بيوجعه قوي لما بياخد باله إنه هو اللي خطف أبو يوزو منها. يوزو بتشوفه زعلان قوي، فبتسأله مانا ساكت فجأة كده ليه؟ وكايتو بيحاول يستوعب كل حاجة وهو واقف قدام بنت عصابة أكاجي، الراجل اللي اغتاله بدم بارد، وبيحاول يلاقي مبرر، وبيفكر إن هياطي هو اللي ضرب الرصاصة، وإنه ما كانش هياخد المهمة لو كان عارف إنه أبوها، بس بيحس بالذنب عشان هو مشي ورا كلام الوصية العظمى وخلاص اللي قالت إن الرئيس أكاجي خان المنظمة ولازم يتصفى، وبيحس بوجع أكبر عشان ما حسش بأي حاجة وقتها، ودلوقتي كمان عرض يوزو للخطر، فبيفكر يقول لها إنه كان واحد كان زمان عميل في المنظمة اللي أمرت بقتل أبوه، بيجز على أسنانه بغضب مكتوم ومش قادر ياخد قرار نهائي لحد دلوقتي. تاني يوم في المدرسة قاعد ساكت على مكتبه، والبنات في الفصل بيتكلموا بصوت عالي عن الطالب الجديد اللي هيجي، وكلهم بيتمنوا يكون موز. في الآخر الواد بتاعنا قرر إنه ما يقولش ليك يزوها عشان المنظمة مش هتبطل تطارده لمجرد إنه عطل رمح واحد منهم، فالاختيار الوحيد اللي قدامه هو إنه يفضل يحميها بأي تمن. بعدها المدرس أعلن إن في طالب جديد وصل، ولما الواد استأذن عشان يدخل بطلنا عرف صوته في لحظة وبص بصدمة، بصة واحدة على الواد اللي شعره وردي والبهجة باينة عليه، واتسائل إيه اللي ممكن يكون بيعمله واحد من الرماح المقدسة في مدرسته. افتكر المجنون الأخير اللي جه وراه، وشكه اتأكد إنه الملك الكبير بعد ده كرد فعل مباشر لتدخله في خطف زوها. فجأة الواد بص لبطلنا وخرم روحه بنظرة باردة ثابتة، وأعلم بصراحة مين هو هدفه. مفيش شك خالص إن الواد أبو شعر وردي ده هو أكاتسوكي، واحد من ال 12 رمح مقدس بتوع المنظمة، اسمه الحركي بايدن. بعد شوية في حصة البي اي الجمهور اتهابل على الطالب الجديد، وهو بكل هدوء بيجيب سلة ورا سلة. البنات دابوا في واد أبو شعر وردي، وزميله في الفريق مستغرب بجد إنه نط عالي كده مع إنه قصير. ماكوتو عدها بابتسامة وقال ده كان باص حلو، وحمس فريقه عشان يجيبوا الجون تاني، والفريق التاني اتغاظ إن الطالب الجديد بقى مشهور قوي كده مع البنات. في نفس الوقت كايتو ما نزلش حذره خالص، ومستغرب إن الرمح لسه ما عملش أي حركة، ومش عارف إيه اللي ممكن يكون بيخطط له. بص، الرماح دول مجموعة نخبة من أفضل 100 قاتل مأجور، وكل واحد منهم واخد رقم، ومنهم أفضل 12 معروفين باسم الرماح الأسطورية اللي بيقودهم زعيمهم الأعلى أودين. كل واحد من القتلة دول اللي قوتهم مجنونة، عنده قدرات خارقة تنافس قوة 1000 راجل. لما الموضوع يوصل للاغتيالات، الناس دي ممكن تدوش بسهولة على جيش دولة بحالها. المحاربين النخبة دول ما بينزلوش غير في المهمات اللي في قمة الخطورة، وده بيخلي كايتو يوصل لاستنتاج ان ده معناه انهم مصممين يستهدفوا يوزوها. كايتو بيبص لتحت بحزن، وذكريات اخر مهمة ليه بتهاجمه، وبيستنتج ان القتلة اكيد بيدوروا على الكنز السري اللي المفروض الرئيس سرقه منهم. متضايق قوي ان لو كاتسوكي قرر يتحرك في المدرسة دي، هل هيقدر يحمي حياة كل اللي هنا بجد، بما فيهم صاحبة طفولته بجسم طالب ثانوي اللي معاه دلوقتي؟ بعد شوية الكل بيجي على الفصل، بس البنات لسه ما بطلتش معجبة بماكوتو، وعمالين يتوسلوا ليها يروح معاهم كارايوكي. بقى نجم النجوم مع البنات في لحظة، وحبهم ليه زاد أكتر لما قال إنه اتمرن شوية باسكت في أمريكا. في نفس الوقت بطلنا بيتفرج على المواقف من بعيد، وبيفهم إن كاتسوكي مش هيتحرك النهاردة، وبياخد عهد على نفسه إن يبقى في كامل استعداده بكرة. فجأة بيسمع يوزوها بتنادي عليه وبتسأله لو ممكن يروحوا مكان مع بعض بعد المدرسة. صاحبنا بيرفض عرضها في ساعتها من غير حتى ما يسمعها، وبيصر إنها تروح على البيت على طول النهاردة. بس فجأة ايد بتتحط على كتفه، وماكوتو بيظهر من وراه بيحيي البنت بفرحة باسمها، وده بيولع كل الأجرس الحمراء لكايدو، وبيفهموا إنه ناوي على يوزوها بجد. ماكوتو بيقدم نفسه، بس يوزوها بتقول له إنه أصلا مشهور قوي كالشاب الجديد الجامد في المدرسة كلها، وبتسأله إزاي أصلا عارف اسمها بما إنهم عمرهم ما اتقابلوا. الطالب الجديد المرح بيقول لها بابتسامة عفوية إنها طالبة الثانوي اللي وقفت ثروة مجموعة أكاجي، وده بيفقيها تماما. فجأة بتحس بدقيقة بسيطة وماكوتو بيكمل، بيقول إنه والده مديون لرئيس، عشان كده توصى بيه إنه ياخد باله منها،
بس لما بيحاول يعزم على مكان صاحبنا بيقطع المفاجأة وبتحجج ان صباعه اتعور في التمرين ومحتاج يروح للتمريض. صاحبنا بيديله نظرة موت باردة وده بيقنعه انه يمثل معاه، والولدين بيمشوا من جنب يوزوها. بتبص وراها بابتسامة وتشكر كايدو ان حماها من الناس الغريبة مرة تانية. بعد لحظات وهما الاتنين واقفين على السطح، ماكوتو بيعجب بالمنظر وبيتكلم عن قد ايه وقت شباب الثانوي تحفة. بعدين بيبص على كايتو بيسأله بضحك هو ايه اللي جابه هنا؟ جايبه هنا يعترف بحبه ولا حاجة، بس الواد بتاعنا مديها طناش على طول الخط. ماكوتو بيضحك ويهزر وبيقول ان يوزوها بصراحة قمر قوي من قريب، بس مش مصدق انها بنت الرئيس. كيدو دخل في الموضوع على طول وسأله ايه هدفه من اللي جاي يعمله ده، وبيسأل اذا كان جاي ينتقم للواد ابو شعر بنفسجي. الطالب الجديد ولا على باله، وسأله بكل برود اذا كان هو اللي خلص على سانجو، وبدأ يحلل جسمه ومستغرب انه قدر يكسب سانجو بإصابات بسيطة بس البطل بتاعنا كرر سؤاله تاني وبدأ يتنرفز أكتر كل شوية. السفاح أخيرا قلع قناع البراءة واعترف إنه عايز يحط إيده على الكنز السري اللي يوزوها ورثته من أبوها، وده أكد شكوك الواد بتاعنا. أكاتشوكي يكمل كلامه وقال إنهم أصلا مش عارفين إيه هو الكنز ده وعايزين معلومات بس دلوقتي، وعرض على البطل بتاعنا إنه ينضم لمنظمتهم عشان هو أقوى من كام سفاح عندهم. والواد كمل كلامه وقال إنهم ما بيستهدفوش غير الناس الوحشة وبيقبضوا كويس، وممكن يوزوها كمان تقوله على مكان الكنز السري عشان هو قريب منها. أكاتشوكي ابتسم ابتسامة خبيثة وحذر كيدو وقال له إن ده عرض مري قوي عشان هو والبنت ممكن يعرفوا يعيشوا بعد ما شافوا المنظمة بالطريقة دي. وبعدين راح ناحية طرف السطح ومد إيده وحذر كيدو إنه لو قون عيال أبرياء هيتأذوا. البطل بتاعنا مرضيش يسكت على كده واندفع على طول ناحية السفاح وبدأ يشن هجوم سريع. ماكوتو قادر يتفادى كل ضربة بسهولة ومدح كيدو قال له إنه ممكن ينافس محترف بحركاته السريعة. فجأة البطل بتاعنا قدر يمسك دراعه وكشف إنه كان عارف إن سفاح حاول يستخدم قنابل. المكعب الصغير ده هو سلاح السفاح الخاص اللي بيجمع فيه بين المتفجرات وفنون القتال اللي معروفة في المنظمة كأسلوب بايدن الأساسي لتدمير أهدافه. ذكر اسمه الكودي فاجئ السفاح تماما ونط لورا وصرخ وقال إن كيدو عارف معلومات كتير قوي بالنسبة لشخص عادي. ماكوتو طلع 6 قنابل تانيين في إيده وابتسم زي المجنون وقال إنه هيعلي المستويات، وبعزيمة في عينيه بدأ ينط على السطح بيحاول يلحق القنابل. عارف يمسك أول 3 ويجري بسرعة على الباقي. الواد بتاعنا نط من فوق السور واستخدم رجليه عشان يلقط ال3 التانيين. ماكوتو بيتفرج على المشهد كله وبيقول مفيش أي حاجة طبيعية في كيدو خالص، بس راح رامي قنبلة تانية من العدم لتحت تاني. كيدو بيحاول يوصلها بكل قوته والسفاح بيتريق عليه وبيقوله مش هتعرف تحمي الطلبة كلهم كده. بطلنا ما عرفش يلحق المكعب ووقع في الملعب اللي تحت، والمجنون اللي ورا فرقع صابعه ويفجر القنبلة. كيدو هطى وشه من الانفجار والطلبة اللي تحت ابتدوا يتخضوا من الانفجار المفاجئ وجريوا بعيد عن المنطقة. ماكوتو طمنه وقالوا انه ظبطها عشان تنفجر قبل ما توصل للأرض عشان محدش يتعور، وسماها مكافأة صغيرة عشان عرف يمسك 6 قنابل. كيدو كان هيتجنن بس ماكوتو قطعه ومدله قنابل تانية وسأله مين هو بجد وهل هينضم ليهم. بعد ما فكر شوية الواد بتاعنا رد وقال انه مجرد طالب في ثانوي عادي وعمره ما هينضم ليهم ابدا. ماكوتو شكله اتخايب بجد من الرد ده وحس ان كيدو مش هيقتنع غير لما كام واحد يموت، بس الواد بتاعنا قال اسم واحد بس، جونجنيل. لما سمع الاسم ده السفاح لف وشه بعيون مجنونة وكيدو بكل هدوء قاله انه كان معروف زمان باسم جونجنيل والسماعات بتعلن عن إخلاء المدرسة. ماكوتو بيبص على الواد بتاعنا بغضب وتعصب منه عشان مجرد انه قال اسم جونجنيل، بس فجأة كشف انه كان بيضيع وقت بس. وقبل ما ماكوتو يستوعب مسؤولين المدرسة وصلوا على السطح عشان يتأكدوا لو في أي طلبة لسه موجودين. الواد أبو شعر وردي اداله 3 أيام عشان يقرر إذا كان هينضم ليهم ولا لأ، وحذروا إنه هيندم لو رفض. بعد كده الطلبة رواحوا من المدرسة بدري بسبب الانفجار،
وفي كلام داير ان محدش يتعور من الانفجار الكبير. ويوزوهو بتسأل كيدو ليه مش بيروح. كيدو اشترح لها انه عنده حاجة مهمة لازم يعملها الاول، وعايزها تقعد في البيت عشان ممكن الانفجار ده يكون هجوم تاني موجه ليها. فجأة كواي صرخ بحماس ان اجراءات السلامة زادت وانه ابتدى يتعلم فنون قتالية عشان يحمي يوزوهو، بس حماسه كان مبالغ قوي. مش بتعمل لها حاجة غير إنها بتزهقها. يوزوها بتطلب من كاتو يبعت لها مسج لو حصل أي حاجة وهو بيوافق، بس أول ما بتمشي بالعربية بيرجع يبص على ماكوتو كأنه بيقول له أنا مش عبيط، مش ماشي عليه الكلام ده. في نفس الوقت ماكوتو بيبص على صاحبنا ومتأكد إن تورجي ما كانش هيسمع لحد يهين اسم جونجنير. بعدين في القطر المحلي صاحبنا بيتمنى إنه يكون عرف يشتت انتباه أكاتسوكي عن يوزوها ويخليه يركز معاه هو. بيتفكر ان اكاتسوكي اصغر امحة الالهة بس قدراته مش خزار. بعد ما شاف قبضته بيفكر انه اتعود على جسمه الجديد، بس لسه قدامه كتير قوي قبل ما يقدر يواجه رمح الهي في قتال. الفكرة دي بتقلقه انه ممكن يخسر لو اتقابلوا بعد 3 ايام، بس ده مش بيهز عزيمته انه يحمي يوزوها حتى لو ده معناه انه يقتل الواد البنفسجي ده. في اللحظة دي صاحبنا بينزل في محطة شبوة وبيروح للمكان اللي اتقتل فيه اول مرة. بينط على البلكونة وهو بيسأل نفسه ليه جه هنا أصلا، كده كده ماراي مش هتكون مستنياه. فجأة الباب بيتفتح وبيستغرب لو يكون ده فخ من المنظمة، بس بالرغم من كده بيدخل الشقة وبيلاقي مسرح الجريمة متنظف بس بقية المكان زي ما هو. فجأة بيسمع صوته وبياخد وضع القتال متوقع قاتل، بس بيتفاجئ لما يلاقي كلبه جون واقف بيهز ديله. جون بينبح بفرحة وبيجري عليه، وبطلنا بيلاحظ طبق الطائر في بقه. المنظر بيرجعه لأيام ما كان بيروح هو ومرايا الجنينة ويلعبوا مع جون، وعينيه بتدمع لما بيفتكر إن الكلب لسه فاكره. فجأة حاجة بتلفت نظره وبيشوف صورة ليه هو ومراي وجون مع بعض على البحر. بيتذكر الوقت اللي كانوا فيه في رحلة بالعربية لما قالت له إنها عمرها ما فهمت طبيعة شغله، بس ماراي كانت دايما عايزاه يكون مبسوط. بيرد عليها إنه راضي بحياته وهيموت وهو بيحميها، بس ماراي بتقول له ببساطة إن الميت مش بيكون مبسوط وعايزاه يحاول يعيش مرة واحدة. دلوقتي بطلنا بيعيط زي الأرملة وبيندم إنه عمره ما عارف يسعدها وإنها دلوقتي موجودة بس في ذكرياته. بعد كده بيرجع البيت وبيقول لأهله إن في زوجين اضطروا يتخلوا عن كلبهم بسبب ظروف صعبة فجاب الكلب معاه. بيرجع البيت وبيتسائل لو هيقدروا يحافظوا عليه. قبل ما يقدر يفاصل أكتر تارود بيوافق على طول يتبنى الكلب، وكيوتو تقترح ياخدوا نوبات يتمشوا بيه. لما بيسألوه عن اسم الكلب بيقول لهم ان اصحابه اللي فاتوا كانوا مسميينه جون. بعد كده بيبعت مسج ليوزو يسألها لو حصل اي حاجة، وبتقول له ان الدنيا مملة شوية. بتقول انها سمعت عن الكلب الجديد بتاعه وبتسأله لو ممكن تيجي تطبطب عليه، بس بيقول لها ما تجيش دلوقتي، وهو بيبتسم في التليفون عشان عارف هو لازم يعمل ايه. بعد كده بيبتسل بأكاتسوكي اللي بيتريق عليه وبيسأله لو غير رأيه بما ان ال3 ايام لسه ما خلصوش، بس الواد بتاعنا بيقول انه خلاص زهق من اللعب ومستعد يدي أكاتسوكي علقة موتة على سطح المدرسة قبل الفجر، وبيتوعد انه ينهي الموضوع ده مرة واحدة وللأبد عشان هو جونجنير. اول ما أكاتسوكي سمع اسم جونجنير اتعصب لدرجة انه كسر التليفون في ايده. في دماغه واحد زي كايتو عمره ما يتقارن باللورد توجي اللي كان التعريف المثالي القاتل محترف، ومع ذلك كايتو لسه بيتجرأ انه يدعي اسم جونجنير قدامه. من 3 سنين في الشرق الأوسط الاتنين كانوا في مهمة خطيرة مع بعض. في لحظة أكاتسوكي عمل غلطة فظيعة خلته محاصر بالأعداء من كل ناحية، دراعه الشمال اتنسف وباين انه خلاص هيموت. وفي اللحظة اللي كان بيجهز نفسه للنهاية توجي ظهر فجأة وقطع كل الأعداء في غمضة عين. أكاتسوكي شكره وقال له انه قدر يوصل لحد هنا بفضله، ووعده انه هيتولى المهمة من هناك. تاني يوم الصبح الاتنين بيتقابلوا على السطح. أكاتسوكي بيسأل كايتو باستخفاف ايه اللي في دماغه، جاي يحارب وهو لابس لبس مدرسة. كايتو بيرد انه ناوي يهزمه الاول وبعدين يحضر الحصص بتاعته بعد كده. أكاتسوكي بيضحك وبيقول له انهم الاتنين كان عندهم نفس الفكرة بالظبط، وبيضيف انه من امبارح وهو بيفكر ازاي حركات كايتو شبه جونجنير بالظبط.
بيعترف انه كان نفسه يبقى زيه، بس دلوقتي بعد ما كايتو خلاه يحس بوجود جونجنير بنفسه عمره ما هيسامحه على كده، على الاقل مش قبل ما يحوله لحتت لحمه مشويه صغيره. بابتسامه خبيثه اكاتسوكي بيقول انه عايز يشاركوا سر صغير قبل ما يبداوا القتال. بيكشف انه زرع قنابل في مكان ما في المدرسه، وعشان دراعه الشمال الصناعي متوصل مباشره متوصلين بمخه، يقدر يفجرهم في ثانية بحركة صباعه. لو كاتو خسر ناس كتير هتموت، والحل الوحيد عشان نوقف الدم ده إننا نقطع الوصلة بين دراعه ومخه. يعني مفيش غير حلين، يا نقطع دراعه يا ندمر مخه. بس كاتو بكل هدوء بيقول إن في حل تالت، القنابل ممكن تتفك لو كاتو أغمى عليه. لما كاتو سمع كده اتفاجئ بجد، وكاتو بيشرح له انه قال له قبل كده انه عارف كاتو، وكاتو بيستعد للقتال. بيقول انه ما جاش هنا عشان يقتله، هو بس جه عشان يوقفه. بابتسامة واثقة كاتو بيسأل كاتو بجد فاكر انه هيقدر يعمل كده؟ وفجأة وبدون سبق انذار بينطلق لقدام وبيوجه ضربة. كاتو بيقدر يتفاداها، بس الواد بتاعنا بيقول ان ميزته الوحيدة هي انه عارف تكتيكات كاتو وشخصيته، عشان الأداء البدني للجسم ده مش زي مستواه خالص. كاتو بيرمي كام قنبلة في الهواء، ولما بينفجروا الانفجارات بتستهدف تدمير عينين وودان الهدف، وبيكمل بهجمة بخطاف شمال. بس عشان كاتو عارف كل حاجة عن التكتيك ده بيتفاداها بسرعة وبيتحرك عشان يوجه لكمة لصدر كاتو. في نص الهواء كاتو بيغير وضع جسمه وبيتفادى الضربة، وبعدين بيرد بلكمة قوية بتطير كاتو في الهواء، وكاتو بيثبت نفسه. كاتو بيقول إن الطيران لورا عشان يخفف الصدمة كان قرار صح، عشان ضربة مباشرة من دراعه الصناعي كانت هتدمر دراع كاتو بالكامل. بابتسامة تهديد كاتو بيحذر إنه لو كاتو مصمم فده مش كل اللي يقدر يعمله. اللكمة كسر ضلوع كاتو، وهو بيدرك أن الرماح المقدسة مش نوع العدو اللي ممكن تهزمه بمجرد معرفة أساليبه. كاتو بيفكر مع نفسه إنه كقاتل حياة هادية ما كانتش مكتوبة له، بس لو لسه عايش يبقى في سبب لكده. مهما واجه هيكسب من غير ما يقتل حد، هينجو عشان خاطر كل اللي بيحبوه. بعزيمة قوية بيرمي أقوى لكمة عنده، والاتنين بيتبادلوا ضربات سريعة. بس كاتو فجأة بيحس بألم حاد في راسه. كاتو بيستغل اللحظة وبيطلق وابل من الضربات. كاتو بيحاول يتفاداهم بس مش قادر، ما يقدرش يتفاداهم كلهم. بيقول لنفسه لازم يركز أكتر في قراية حركة خصمه. أكاتسوكي بينزل رجل تقيلة تخلي كيدو يتزحلق لورا، ولما المسافة بينهم وسعت أكاتسوكي بيرمي قنبلة تانية ويفجرها. انفجار ضخبة بيحصل وهو بيهجم عشان الضربة القاضية، بس عشان كيدو عارف كل حركة ليه فهو مستعد أصلا. أكاتسوكي بيرمي اللكمة بكل قوته، بس كيدو بيصدها وبيقول له إنه حاسس بالغضب ونية القتل اللي جواه، وإن حاجة زي دي مش هتكسر إرادته، وإنه هياخد كل غضب أكاتسوكي ده ويبلعه كله. أكاتسوكي بيحس إن في حاجة غلط وبينط لورا. في نفس الوقت كيدو ماسك راسه وحواسه بقت حادة قوي، لدرجة انه مش بس قادر يكشف الحاجة المادية اللي حواليه، ده كمان واعي القاتل. أكاتسوكي بيتفاجئ بالتغيير المفاجئ في الموقف ومستغرب ايه اللي حصل ده بالظبط. بيفكر انه واجه الضربة الأخيرة من النقطة العامية لكيدو، ومستغرب ازاي الواد بتاع المدرسة ده قدر يصد حاجة زي دي، وكأنه عارف بالظبط هتيجي منين. بيطلع كام مكعب قنابل تانيين وبيقول ان الموضوع بدأ يبقى ممتع اكتر. بينحني وشه جاد وبيقول انه مش عارف كيدو بيفكر في ايه، بس بيوعد انه هيخترق دفاعاته في الحركة الجاية. الواد بتاعنا بياخد وضع دفاعي وبيلاحظ ان أكاتسوكي رجع للهجوم تاني. القاتل ابو شعر وردي بيرمي قنبلة وراه وبيستخدم الانفجار عشان يتغير المكعب التاني بكل سرعته ناحية كيدو. انفجار كبير بيحصل، بس الواد بتاعنا بيعرف يتفاداه بانه يتحول لجين وو وياخد خطوة على الجنب في اخر لحظة، وده بيخلي القنبلة تنفجر وراه بالظبط. أكاتسوكي بيقول انه مبهر عشان عارف يتفادى الهجوم الخاص بتاعه، بس بيفكر انه لو البطل بتاعنا كان ممكن يتقتل بسهولة كده ما كانش فيه داعي يبعته رمح النخبة زيه. بس الواد بتاعنا بيديله التجاهل التام وبيستعد عشان ياخد اي حاجة الواد بشعر وردي ده ممكن يرميها عليه. في بيته جون بيصحى من الانفجار، ومامة كيدو كمان بتصحى وبتستغرب الصوت جاي منين، وتتساءل اذا كان ممكن يكون ألعاب نارية. في نفس الوقت فوق السطح الاتنين لسه مكملين بكل قوتهم ولسه بيصدوا بقبضات ايديهم. كيدو يفكر انه حتى لو مستحيل يشوف ايدين أكاتسوكي، الواد بتاعنا لسه قادر يتوقع كل حركة عشان علشان هو عارف كل حركاته.
أكاتسكي بيتشنج وبيجهز الخطوة اللي جاية، بس الواد بتاعنا بيتوقع بالظبط إنه هيحدف 4 قنابل المفروض ينفجروا على بعد 2 متر قدامه. وقبل ما القاتل المحترف يفعلهم، كيدو بيرفسهم كلهم في اتجاهات مختلفة علشان يوزعهم، وده بيغطي السطح كله بانفجارات قوية. كيدو بيعرف يحافظ على توازنه وهو بيحمي وشه من الانفجارات الجامدة، بس بعدها بيتوقع حركة القاتل الجاية وبيتفادى لكمة جاية من الشمال. البطل بتاعنا بيرد الهجمة بشوية طعنات حادة من عنده، وده بيجبر أكاتسكي انه ياخد وضع الدفاع، وهو بيبتدي يدرك ان في حاجة غلط اكيد في الموضوع ده. بيتسائل ايه اللي بيحصل بالظبط، ده مش عارف حتى يوصل لجمة واحدة. القاتل بيفكر ان عيونه ودان كيدو مفروض يكونوا خلاص باظوا من زمان بسبب القنابل، بغير الحرارة اللي بتحرق اللي المفروض تخلي التنفس شبه مستحيل. بس النظرة اللي في عيون الواد بتاعنا بتخلي أكاتسكي يحس انه شايف كل تحركاته، وده بيرجعه لذكريات حبيبته جونجنير. بيفتكر لما كيتو قال انه جونجنير، بس ده بيخليه يغضب ويزعق في وش البطل بتاعنا ويقول له ما يتعبسش معاه. بيسأله بيسرح عايز يعرف اذا كان الواد بتاع السلوي ده هو التوجي بتاعه بجد، ولو ده صحيح يبقى ليه ظهر دلوقتي بالذات. وعلى الناحية التانية كيدو بالعافية متماسك وبيحاول ياخد نفسه، بس برضه بيعرف يحافظ على قبضته مرفوعة. بيدرك انه حتى لو عرف يقرأ حركات القاتل، الواد برضه أسرع بكتير ومش هيقدر يجاريه بجسمه اللي مش متدرب ده أكتر من كده. بينط على الحافة وبيقرر انه خلاص هيوقف الهروب. في نفس الوقت أكاتسكي بيفكر انه مفيش مكان تاني الواد ده يهرب فيه. بياخد كام قنبلة في ايده وبيفكر انه مش مهم لو حركاته ممكن تتوقع، وبيتحداه انه يتفادى الهجمة وهو بيرمي مكعبات القنابل ناحية البطل بتاعنا. البطل بتاعنا بيركز في اللحظة دي بالذات وبيجري لقدام مستخدما كل ذرة قوة في جسمه، وبيقسم لنفسه انه عمره ما هيخلي حد تعيس تاني ابدا. أكاتسكي بيفعل القنبلة وبينور السطح كله زي الشمس، بس كيدو مكمل لقدام حتى لو مش شايف خلاص. بيحس بالقاتل قدامه وبينطلق علشان يضربه، بس أكاتسكي بيعرف يتفاداها وبيستخدم مكعب القنبلة اللي في ايده المعدن وبيرمي لكمة قوية جاية من علشان راس الواد بتاعنا. بس كايتو أراه زي الكتاب المفتوح، صد اللكمة بكوعه، خده على غفلة تماما وراح مديله كوع تاني في وشه على طول. بس ما وقفش لحد كده، صرخ باسم كاتسوكي وراح لزعه بوكس وحشي في بطنه، وبعدين خلص عليه بركلة في وشه على طول. الضربة كسرت دراوي المعدن وطيرت القاتل من على حافة السطح، ووقع مغمى عليه وجسمه نازل على الخرسانة اللي مش مرحبة بيه تحت. المشهد اتقلب فجأة لذكريات. القاتل الشاب بيقول جونجنير ينساه ويطلع من الخطر، بس بطلنا قال له انه مش عايز ولا واحد من صحابه يموت. جونجنير استغرب ان العقلية دي مش ماشية مع قاتل، بس ده بالظبط السبب اللي خلاه يختار كده. مهما كان الخصم كبير هو هيجري ورا احساسه بالعدالة. كاتسوكي اخيرا فاق وسأل كايتو ليه انقذه، فرد عليه وقال له ان اولويته الوحيدة كانت انه يبطل مفجول القنبلة وما فكرش يموته من الاول. القاتل ابتسم بخبث وقال له انه مش هيقدر يهزم المنظمة كلها لوحده، بس كايتو فضل مصمم انه هيقدر مهما حصل، علشان ده الإحساس الوحيد بالعدالة اللي ممكن يكون عنده كقاتل سابق. الكلام والنظرة المألوفة فاجئوا كاتسوكي وفكروه بجونجنير، وكايتو بيقول إنه مهما كان الإرادة العظيمة أو أودن، هو بيوعد إنه هيهزمهم كلهم. الكلام ده خلى كاتسوكي ينفجر من الضحك. كرر كلام كايتو وقال له إنه مجنون علشان يفكر في حاجة زي دي. كايتو اتفاجئ إن القاتل مصدقه إنه فعلا توجين كاب. الواد ابتسم وقال له إن بس واحد مجنون زي توجين ممكن يقول كلام مجنون زي ده، وبطلنا بصوله باستغراب. الواد اللي شعره بامبي دخل في الموضوع على طول وسأله ليه شكله زي عود الكبريت في حين انه المفروض يكون مدفون تحت الارض ب6 أقدام. كايتو رد عليه وقال له انه كان متأكد انه مات برضه، بس لما فاق لقى نفسه فجأة في جسم كايتو وشاور على دماغه وقال له ان ده كل اللي فاضل من توجين، وده خلى كاتسوكي يقعد بجد من المفاجأة. بطلنا كمل وقال له ان اللي أمر بالضربة دي ما يقدرش يكون غير أودن، وده سحب اللون من وش كاتسوكي تماما. كايتو قال له انه لازم يبقى اقوى اكيد، وسأل كاتسوكي اذا كان هيساعده، وده خلى القاتل بيرجع يشوف المشهد ده تاني في خياله. أكاتسوكي بيضحك تاني وبيقول له كفاية هزار بقى. بيرفع دراع الحديد وبيقول له مش ممكن يقتله مهما مين أمره. دلوقتي بعد ما اتأكد انه توجي، بطلنا بيسأله إذا كان هيرجع للمنظمة، بس القاتل بيرفض رفض قاطع وبيقول له الرجوع بعد خسارة زي دي مستحيل.
وبعدين بيسأل الواد ناوي يعمل ايه دلوقتي، واكاتسوكي بيبقى جدي وبيقول انه هيقرر بعد ما يدور في كل حاجة شوية لانه لسه مش مصدق ان اودن ممكن يستهدف توجي. بيقول للبطلنا يمشي هو كمان لانه اكيد الشرطة جاية في الطريق، وبيضحك ويقول له المدرسة اكيد هتقفل فترة طويلة. بطلنا بيبص عليه وهو ماشي وابتدي ينادي عليه، بس فجأة بيقع على الارض. بيتسأل ايه اللي حصل ده وهو حاسس ان عقله بيهرب منه. في نفس الوقت شوية قتلة مجهولين بيدخلوا المكان وبيكملوا مهمتهم وياخدوا جونج نياز زي ما خططوا. صوت بيبتدي ينادي على بطلنا وبيقول له اصحى بقى، وهو بيتسائل الصوت ده جاي منين. عينه بتتفتح اخيرا وهو بيبص حواليه وبيسأل هو فين اصلا، وبيكتشف انه رجع لجسمه الاصلي. الصوت بيرجع يقول تاني انه صحي اخيرا، وبيقولوا انهم الاتنين جزء من بعض دلوقتي. كايتو بيعوم ببطء حيته وده بيخلي عينين توجي تتوسع من المفاجأة. كايتو بينادي عليه تاني وبيقول له يحمي يوزوفو بالقوة دي، بس توجي بيرفض يسيبه وهو بيزعق للولد وبيمد ايده ناحيته. في اللحظة دي بيصحى وهو غرقان في عرق بارد وبيستقبله وش تلب ودود، وهو نايم على الأرض بيتسائل هو فين دلوقتي. تحت الأهل بيتفرجوا على الأخبار اللي بتقول عن انفجار تاني في المدرسة. الاتنين قلقانين جدا بسبب الانفجار، وكيوتو بتسأل إذا كانوا لازم ياخدوا كايتو المستشفى وهي بتقرا رسايله اللي بتقول إنه رجع البيت بدري ونام لأنه كان دايخ. الأب بيسألها إذا كانت قلقانة زيادة عن اللزوم وبيقول لها إن ابنهم هيبقى كويس لما يرتاح شوية. في نفس الوقت كايتو بيبص للسقف وبيفكر إن دماغه لسه بتوجعه وبيكتشف إنه نام نص يوم. بيتذكر إنه داخ على السطح وبعدين صحي في أوضته وجروحه متعالجة. بيتذكر إن أكاتسوكي أخيرا صدق إنه توجي، بس برضه بيفكر هو ورى قوة كفاية في الجسم الضعيف ده عشان يقتنع بجد ولا لأ. الإحساس الرهيب اللي حس بيه من شوية ده كان إنه مشاعر كاتسوكي بتصب جواه، ومن غير ده كان في احتمال كبير يموت. لسه برضه مستغرب إيه اللي حصل له بجسمه، بس فجأة تليفونه بيرن. لما شاف إن هيوزوها رد بسرعة وصرح يسألها إذا كانت كويسة، وده اللي فاجأها. راحت قلبة السؤال عليه على طول عشان مطنش كل رسائلها للصبح. اعتذر وقال لها إنه كان نايم لحد دلوقتي وإنه مبسوط قوي إنها بخير. راحت حكيت له عن الانفجار اللي حصل في المدرسة اللي طير السقف، وإن الدروس اتلغت لمدة أسبوع، وهو عامل نفسه مش عارف حاجة. حست إن في حاجة غلط وسألت كاتو إذا كان ليه يد في الموضوع ده تاني، وده خلاه يعرق جامد. راحت بدأت تبهدله وتقول له إنه دايما بيوقع نفسه في مشاكل، وحتى سألته إذا كان بدل ما عي اتعور فعلا في انفجار المدرسة. كاتو قام وقعد وفكر إن البت دي فايقة قوي. راح قالب السؤال عليها وسألها إذا كانت هي كمان كانت في خطر، وبعدين قال لها ما تقلقيش تاني عشان هو قرر إنه مهما حصل هيحميها. يوزوها وشها أحمر أكتر من الطماطم، وصرخت تسأله إيه اللي حصل له، وقالت له ما يلهيهاش بالكلام البطولي ده. وهي عمالة تتكلم تحت كاتو فتحت الباب بس ما لقيتش حد، وشافت علبة مرمية على الأرض. بعد شوية حد خبط على باب كاتو وأمه سألته إذا كان صاحي، وقالت له في علبة ليه وراحت سايبها له في الطرقة. كاتو استغرب عشان هو ما طلبش حاجة، وأمه قالت له ينزل يتعشى لو كان كويس. ويوزوها لاحظت إن الوقت اتأخر وقالت له مع السلامة. كاتو مسك العلبة ووزنها في إيده وهو مش حاسس بأي فخاخ، بس لما فتحها عينيه وسعت من الصدمة لما شاف سكينة القتل الأصلية بتاعته ومعاها كارت. استغرب مين اللي ممكن يكون بعتله ده لحد البيت. لما مسك الكارت شاف مجموعة إحداثيات وقال لنفسه إنه لازم يقابل اللي بعد ده مهما حصل. بطلنا بيتجول في شينزوكو ماشي ورا إحداثيات المكان اللي كانت مكتوب على الورقة اللي جت مع السكينة، ولاحظ إنه مع إن المكان قريب من المحطة حركة الناس قلت قوي، وده خلاه يفكر إذا كان اللي بعت الورقة ممكن يكون مستخبي في مكان زي ده، وسأل نفسه إذا كان ممكن يكون الشخص اللي بيع. زرع مخه وقعد يقول أكيد ده الكيدو. في الآخر وصل لعمارة سكنية وحس على طول إنها هتبقى مخبأ تمام. دخل اللوبي بس لقى الدنيا فاضية فكمل لقدام. أخيرا لقى مدخل لدور تحت وشك بسرعة إن ده فخ من اللي بعت السكينة. لما وصل أخيرا لجراج البدروم فتح الباب ومشي براحة وبيتساءل ليه اتندى هنا. فجأة بالعافية قدر يتفادى هجمة مفاجأة. بص ولا سهم، فشاف اللي ماسك القوس والنشاب بيكشف عن نفسه معاه واحدة ست، وقالت إنه تفاديه للسهم ده مش صدفة، ده حتى الجونج نير الحقيقي يقدر يتفادى الرصاص. وكملت كلامها وقالت إن مخ صاحبنا ده شكله شغال تمام. والصاحبنا اللي ما يعرفهمش سألهم إذا كانوا هم اللي نادوه هنا،
بس اللي ماسك القوس والنشاب قال انه مش جدير انه ياخد اجابات وحط سهم تاني وضرب وقال ان البطل لازم يثبت نفسه بهزيمتهم. الوقت بتاعنا اتفدى في اخر لحظه ولمع عينين بتنور بتبص عليهم من ورا. البنت لفت بكوعها بس هو زحلق نفسه بره المدى في الوقت المناسب فخبطت العمود بدل منه. في نفس الوقت هو بسرعه قدر ان الثلاثي عندهم قدرات رمح متوسطه وهي بتشن هجمه تانية صد ضرباتها وهو ملاحظ انهم بيستخدموا تكتيك قديم بتاع منظمه بيعملوا فتحه بالقوس والنشاب وينهوها بقتال قريب. في اللحظه دي الواد التاني لف بخطاف من ورا بس الواد بتاعنا لف واتحرك عشان يضرب ضربه مزدوجه ونزل بضربه قاضيه على بطن البنت وركله دائريه على دقن الراجل. الضربه طيرت البنت في الهواء والراجل ترنح لورا وبيتسائل ايه القوه اللي خبطته دي قبل ما يندفع لقدام عشان يحاول تاني. الواد بتاعنا شاف الحركات جايه من بعيد زي الخناقه اللي فاتت فتوقع ان الخصم هيبدا بضربه رباعيه تبدا بضربه سيف شمال نازله لتحت، فقبل ما تبدا اصلا ادرك انه مش محتاج يتفادى فصد الضربه الاولى وغرز لكوه في صدره